السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الحمد لله ذي العز المجيد والفضل الشديد المبدي المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن اعطاه بالنار بعد الانذار بها والوعيد والمنعم على من خافه واتقاه بجنات لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم العباد نصفين وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول ربنا بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، ولا متحكما في آجال العباد خلافه. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده كغير وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقاه الله، وهي وصيته للأولين والآخرين من عباده. قال ربنا جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصيته للمؤمنين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن العالم اليوم من حولنا يمر بمشكلات اقتصادية رهيبة. نعم، العالم كله يمر بهذه المشكلات الاقتصادية الرهيبة، وعلى رأس هذه الدول التي تمر بمشكلات اقتصادية رهيبة الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا واليونان. فلما نظرنا في حال هذه البلاد رأينا اليوم ويا للعجب والحسرة، رأينا أهلها يجتمعون ويتشاورون فيما بينهم ويجتمعون بالخبراء الاقتصاديين حتى يخرجوا من أزمتهم. كذلك أيضا أيها الأحبة الكرام، فإن بلدنا وأمنا الحبيبة مصر تمر بهذه المشكلات، شأنها شأن باقي الدول، إلا أننا رأينا في العشرة أيام الماضية رأينا ضعاف النفوذ، رأينا المضلين يخرجون على الناس بالإشاعات الكاذبة، يشيعون السعر والهلع في قلوب الناس. إن مصر على وشك الإسلام، إن مصر أوشكت على المجاعة، إن مصر تنتظر أيام سوداء في ظل حكم الإسلاميين. وما علم هؤلاء القوم أن الله تبارك وتعالى منذ أن خلق هذه البلد الطيبة ما تركها في محنة قط. بل أقول أيها الأحبة الكرام، إن الله جل وعلا يجعل المحنة منحة لهذه البلد الطيبة. إن كان هؤلاء القوم لا